تكريمات نجوم الدراما الرمضانية لسه مستمرة معانا بسبب التأثير الكبير اللي قدر الفنانين إنهم يعملوه في المشاهد بعد نجاح أعمالهم ومسلسلاتهم بشكل كبير. وفي لبنان اتكرم عدد من نجوم الدراما التلفزيونية، منهم أبطال مسلسل جراند اوتيل ومسلسل ونوس وكمان المسلسل اللبناني يا ريت. زميلنا في لبنان راغب حلاوي قابل نجوم الدراما وكان منهم بطل مسلسل جراند اوتيل النجم عمرو يوسف، واللي كشف لنا عن ردود الافعال اللي جات له على المسلسل. انا انبسطت جدا في الاول، وبعد كده الانبساط والفرحه بداوا يقلبوا خوف، لانه الواحد دايما بيحاول يحافظ على المستوى ده، وده مستوى عالي جدا ان الواحد يحافظ عليه هيبقى صعب، لكن بنحاول. مسلسل حقق نجاح كبير في مصر وفي الوطن العربي كله، مش بس في مصر. فالناس كلها دلوقتي عماله تقابلني من ساعه ما وصلت النهارده، من كام ساعه لغايه دلوقتي. مش هنقبل بحاجه اقل من كده السنه الجايه، فدي مسؤوليه كبيره اتمنى ان شاء الله اكون قدها. اسباب النجاح واسباب عدم النجاح دي بتبقى دايما صعب ان الواحد يحددها بنسبه 100%، بس اللي انا اقدر اقوله لك انه الجهد المبذول في العمل ده من الابره للصاروخ مبذول جهد كبير وعلى اكمل وجه. ومن بين النجوم المكرمين كمان الفنان والنجم السوري ماكسيم خليل، بطل مسلسل يا ريت، وكشف لنا عن الشيء اللي تميز بيه مسلسل يا ريت. حاولنا بمسلسل يا ريت انه يكون في شيء له علاقه بالواقع، بيمس الواقع بشكل او باخر، نتيجه انه المسلسلات يلي بتحكي عن الواقع عم بيحاولوا شوي يهمشوها، فحكينا شوي عن الوجع السوري ضمن هذا المسلسل، ضمن المتاح يعني وضمن القدره يعني انه نحن نحكي عن هذا الشيء. انا برايي هذا اللي بيميزه لمسلسل يا ريت، وبنفس الوقت في جانب من الطرح الجريء اللي له علاقه، يلي هو عاده بيخافوا منه، يلي هو له علاقه بالخيانه. يعني عاده الخيانه هي غير مبرره لاي احد بالدنيا كلها يعني، بس نحن حبينا نقول بهذا المسلسل انه اللي عم بيخون هو عم بيخون طبعا اكيد يعني، بس بالنهايه ما بالضروره يكون اللي عم بيخون هو شرير. ومن بين ابطال مسلسل يا ريت كمان الفنان وسام حنا، واللي كان سعيد جدا بالدور اللي قدمه طول حلقات المسلسل، وكشف لنا كمان عن ردود الافعال. انا دايما هيك بحب فاجئ الناس، يعني تجربه صعبه بس كنت مطمن لانه كان في شركه ما قصرت معنا بكل شيء، يعني حتى جابت ناس اختصاصيين من سوريا ليهتموا بشكلي. فيليب اسمر انا بوثق فيه للمليار. كلوديا مارشاليون حبيبه قلبي كمان، يعني كل مواصفات النجاح متوفره، كرمال هيك ما كنت خيفان. الحمد لله الناس كثير حبته والاصداء بتاخذ العقل، فايه حاسس حالي ببيت اليوم. اما مسلسل ونوس فتكرم من نجومه الفنانه القديره والنجمه هاله صدقي، اللي قدمت دور مميز جدا في المسلسل، كلمتنا عن المسلسل وردود الافعال عليه. المسلسل مسلسل فلسفي جدا، المسلسل ممكن صاحب الفكر العالي او ذو الثقافه العاليه انه يقدر يفهم اللي بين السطور، كل كلمه كل حرف بتتقال في المسلسل في الحوار لها معنى. بالنسبه للناس البسطاء الطيبين اللي مستوى ثقافتهم ان هم بيتفرجوا على حدوته ومستمتعين بيها، فاحنا مسكنا الطرفين الحقيقه، فالحمد لله انه وصل لقلوب الناس. بالاضافه الى انه بيتكلم على المراه بشكل واضح وصريح، فالمراه قد ايه يعني الله يكون في عونها، بيبقى لها هموم وحمول، فده وضح سلوك المرأة يعني. ده حاجة جنب المسلسل يعني، بس مش هو ده القضية الأساسية، بس مس قلوب الستات كتير. واخر لقاءات كاميرا ارب وود في لبنان كانت مع المنتج جمال سنان، اللي شارك في انتاج المسلسلات الثلاثه يا ريت وجراند اوتيل ومسلسل ونوس. يا ريت الحمد لله حقق نسبة مشاهدة كتير مرتفعة، مش بس بلبنان، بالعالم العربي وبأمريكا وبأستراليا everywhere. فالعمل كان مضوي ونحن كتير سعيدين بفريق العمل وبهالعمل. عربيا نحن قدمنا جراند اوتيل. جراند اوتيل اللي هو انا بفتخر كأنا انسان عربي، وقمت ساهمت بانتاج هالعمل مع محمد مشيش وصفاء ورزق من بيلينج، قدرنا عملنا هالعمل الضخم اللي بيرفع راسنا فيه نحن كعرب، كعمل متكامل مكسر الارض مثل ما نحن بنقول بلبنان، واصداء رائعه. وعمل ثاني ونوس اللي هو سرق الانفاس بالدكتور النجم العربي الكبير يحيى الفخراني، اللي عامل دور اميزنج.